ايه ده؟ في ايه؟ مين اللي عمل فيك كده؟ كل حاجه يعني لو استخبيت اشوف كل حاجه. طب اقعدوا في مكانكم. ايه ده يا سمر؟ انا مش منبه عليك يا سمر تعذبي العيال دي وتخليهم يعملوا كل حاجه؟ معذباهم والله. انا مش عارفه هم ازاي كده، ازاي معذباهم؟ ما بيتهدوش. يعني انت مخلياني اروح اسحب لك فلوس من البنك، ساحب لك تريليون مليون جنيه، وقايل لك خلي العيال ينضفوا قدام الكومباوند بتاعي، وفي الاخر اجي الاقي المنظر ده مش شايلهم ايه؟ كل واحد ربع طوبه؟ هو ده العذاب اللي انا قايله لك؟ خف عليهم شويه، ابوهم قرب يجي من السفر، انت عارف بقاله 8 اخرسي. وانت يا حبيبتي ما بتشوفيش شغلك ليه وبتنضفي قدام المكان؟ ها؟ وانت يا حبيبي انت عارف انا ما بطيقكش ولا بطيق ابوك، فعشان كده لازم انا اعذبك. هو انت يا كلابيزو، انا مش منبه عليك يا كلابيزو تنضفي قدام الكومباوند وتعملي كل الشغل اللي انا طالبه منك؟ بقول لك يا سمر، نعم. انت كده مالكيش فلوس عندي. ليه بس؟ ومش هقسم معاكي زي ما اتفقنا. لا احنا ما اتفقناش على كده يا سويسي، والله العظيم انا البت اللي اسمها عصايه الموسم دي انا طول النهار والليل بخليها تعمل كل حاجه. خلاص. انت عارف ان ابوها بيبعت 200,000 دينار بس عشان انت تعبتي. كلابوسه كل حاجه واخداها. انا كنت متفق معاك ان احنا نقسم رزمتين 50-50 يعني. أيوة. صح؟ دلوقتي بصراحه كده شغلك مش عاجبني، فهديك رزمه واحده بس على الدغري. هي بقى كده يعني؟ ايوه بس انا ممكن اخربها عليك يا اسطى، ما ينفعش كده. تخربيها عليا؟ هاخد منك الرزمه وهمشي. انا هخش جوه الكومباوند بتاعي، هجيب حاجات، اخرج الاقي الدنيا تمام. حاضر. انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمه. ده الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا باشا. لا الله ينور الحمد لله على عليك. السلامه. الله ينور كده عليك. الفلوس دي وقعت من مين؟ ممثلين حلوين قوي. ده بص، اذا كانت مراتي عمال يعذب فينا اللي انا اخترتها من وسط 100,000 واحده تعمل في ولادي كده، هي. وانت يا اخوها جايبهم في الكومباوند بتاعك مشغلهم خدامين. لا والله انت فاهم مشغل ولادي خدامين. لا انت فاهم غلط والله. دي مراتك. تعالى يا حبيبي. عرضت عليا عرض. تعالى يا حبيبتي. عرضت عليا عرض، قالت لي جوزي نازل من السفر بكره، فلازم نعمل له اختبار ونعمل حاجات من كده، هيديك فلوس كتير وبتاع. قلت لها خلاص والله مراتك هي اللي اجبرتني اعمل كده. كلابيزو انا حصل مني الكلام ده؟ عصايه الموسم حق انا يطلع مني كده؟ بقى كل ده يطلع منكم انتم؟ ومع مين؟ مع اقرب اتنين ليا. اذا كنت انت يا اخو مراتي ممسكك كل شغلي وكل شركاتي والكومباوند كاتبه باسمك وكل حاجه، انت اللي ماسكها، ومراتي برضه كل حاجه تحت رجليها، فلوس وعربيات وكل حاجه، وفي الاخر ده كله يطلع منكم انتم؟ خلاص يا ابو نسب حقك عليا، سامحني. خلاص يا بص يا حبيبي، سامحني. اصرفه منين بقى ده؟ سامحني خلاص. الولد ده مشي من هي اللي اجبرتني. امشي يلا من هنا يلا. انتوا الاتنين اوسخ من بعض. انا بريت منه، ده اخويا ولا انا اعرفه. بصي اذا كنت انت فطالق بالثلاثه، واذا كان هو مش عايز اعرفه تاني. خلاص سامحني والنبي، انا ما انت عارف انا مش شغال مع حد غيرك. يلا هات الفلوس دي. الفلوس دي مش من حقك. خلاص بقى، فلوس دي انا اللي بعتها. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. خد اختك واتكلوا على الله. انا ماليش دعوه بيها، من النهارده ماليش اخوات. يلا انا هروح اقعد في الشارع كده، انت عارف. يلا ما تتكلميش. يلا غوري في خراره. يلا. وانتوا يا حبايبي ما تزعلوش، انا مشيت مراتي واخوها، وبصوا كلها 10 ايام وهجيب لكم ماما جديده وتخدمكم وتشيلكم من على الارض شيء، ماشي؟ يلا ارموا بقى الطوب ده والعبوا. يلا. هي